عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا فيديو جديد ونهار جديد مع يوميات سهيلة ام اسراء. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا ربي وانتم كتشوفوا هاد الفيديو. المهم اليوم غادي نحضر معكم كراطان ديال الدنجال اللي كتجي رائعه بزاف بزاف كما كتشوفوا. كتجي بنينه يعني كاع المكونات موجوده عندنا في البيت. المهم كتجي على هذا الشكل هذا، كتجي لذيذه بزاف بزاف بزاف. جربوها وما تندموش عليها ان شاء الله. المهم البنات ما تنساونيش بلي لايك والتعاليق الزوينه ديالكم وبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم، واللي ما دايرش ابوني تابونا عندنا فضلا وليس امرا. المهم كملوا الفيديو حتى الاخر وندوزو طريقه التحضير. المهم البنات هاد الكراطان كنحتاجو فيها بطاطا. عندي هنا 4 ديال البطاطات، 4 البطاطات اللي قطعتهم هكا اللي مغسولين مزيان وقطعتهم، يعني باقيين القشور ديالهم قطعتهم على جوج. غنديرهم يتسلقوا بلا ملح بلا حتى شي حاجه، غنديرهم يتسلقوا مولين. وعندي هنا الدنجال اللي غسلته حتى هو وحيدت ليه هاد الريوسه هكا. غادي نشدو هنايا، غادي نقطعو طولي يكون رقيق شويه، ما رقيق ما غليظ بزاف بحال هكا. نقطعو كامل بحال هكا. هنا البنات انايا كنقليه، واللي ما بغاش يقليه يديرو في الفران. انا اليوم ان شاء الله غنديرو في الفران احسن من داك القليان والزيت. ندهنو غير شويه ديال الزيت وندخلو الفران. صافي حتى غنكملو بحال هكا كامله ورجع معاكم. هو البنات هنا من بعد ما قطعته غنرش عليه شويه ديال المليحه وغادي نديرو في اللاطه. غنديرو هنايا غادي ندهن اللاطه شويه بالزيت. المهم البنات من بعد ما ستفتو في اللاطه دهنتو بالزيت بحال هكا دهنتو كامل من القدام من الغرب يعني بالزيت. غادي ندخلو الفران حتى يشد راسو، يعني يولي يعني نقدر نحكم فيه، يعني تلوى ليا بحال هكا. عاد غادي نخرجو ان شاء الله. المهم البنات هو الدنجال من بعد ما خرجته من الفران صراحه كيجي احسن من اللي مقلي في الزيت. هانتوما كيجي زوين باقي سخون. المهم نخليه على جانب حتى يبرد. المهم البنات هنا البطاطا من بعد ما تسلقت ليا هي انايا معستها بالفرشيطه، ما حتى باقا سخونه. هنا بالنسبه للتوابل اللي غندير شويه ديال الملح، شويه ديال الكمون، لحقاش باقي غادي ندير لاصوص طوماط هي غندير فيها نفس العطريه، ما بغيتش نكثر بزاف. المهم كما قلت لكم يعني عندي شويه الملح، شويه الكمون، شويه الابزار، الخرقوم، التحميره والسكينجبير وبيضه. المهم غندير هاد العطريه كامله وتزيدوا حتى الربيع. انا ما متوفرش عندي، ما بقاش. غندير هاد البيضه هي اللي باش غادي نجمع. صافي غادي نخلط بحال هكا مزيان. الصراحه تجمعوها باليدين ديالكم حسن. انا يدي مجروحين داكشي صبعاني هادوك 3 تجرحوا ليا باللاطه. كنغسل فيها وكان خارج لها واحد بحال معرفت خارج فيها بزاف، وانا جريت يديا مشاو ليا صبعاني 3. نجيب معايا القحسن من الفرشة. المهم هانتوما جمعتها مزيان
صافي حتى يدخلوا هاد العطريه كامله في البطاطا. وغنخليها على جنب حتى تبرد شويه. وغادي نوجد مطيشه حتى هي. صافي بالنسبه للمطيشه ها هي شديتها غسلتها، غنديرها بالقشور ديالها، نحيد لها غير هاد سميتها الراس الفوقاني وكنقطعها. الا بغيتو تحكوها حكوها ماشي مشكل، حتى هكا كتجي زوينه. يعني كلشي كيطيب في الفران، حتى حاجه ما كتبقى يعني دايره. صافي وغادي نطحنها، نزيد عليها شويه ديال الماء ونطحنها. المهم البنات ها هي من بعد ما طحنتها غندير لها نفس العطريه، حتى هي شويه ديال الملح. شويه ديال الكمون، شويه ديال الزعتر، هي شويه من الحاجه باش العطريه يعني ديال الزعتر. هاد اللاصوص يمكن لكم بغيتو طيبوها، ما بغيتوش زعما كيمكن لكم تخليوها هكا. هي ديال الخرقوم شويه ديال التحميره او بابريكا وشويه ديال السكينجبير او الزنجبيل. صافي قلت لكم عشان تزيدوا هنايا الربيع. صافي وتخلطوا. صافي تحطوها على جانب. وغنبدا نوجد نعمر الدنجال ديالي بهاد البطاطا. المهم وجدت المول ديالي، غندهنو بشويه ديال الزيت، ندهنو بشويه ديال الزيت شويه. صافي نسيت هنايا ما درتش الزيت البنات، ديروا الزيت حتى هو نسيتو. صافي غندير هنايا، انا درت الزيت هنايا، غندير شويه ديال هاد لاصوص. شويه ناخذ فنجان بحال هكا وغنبدا نعمر. ناخذ البطاطا بحال هكا وغادي نديرها بحال هكا ونبدا نستف. سمحوا لي البنات، يعني شويه ديال الصداع، يعني كما عارفين دابا عيشوره الدراري خارجين كيلعبوا، الصداع. صافي غنبدا نعمر بحال هكا ونطويها. غادي نكمل الدجاج ديالي كامل. صراحه هاد الاكله هادي كتجي واعره، وهاد الاكله علمتها ليا خالتي يعني عدوستي الله يرحمها، هي اللي علمتها ليا. صراحه كتجي رائعه وديما بقيت كنديرها، الله يرحمها ويسد عليها ضيقه القبور يا ربي. صافي حتى غنكمل هاد الدجاج ديالي كامل بحال هكا ونرجع معاكم. المهم البنات هانتوما كما كتشوفوا من بعد ما كملت غادي ندير هاد لاصوص من الفوق، نخويها من الفوق. صافي غنحك عليها الفرماج وغندخلها للفران.
البنات ها نتوما كما كتشوفوا حكيت على الفرماج، انا غندخلها للفرن حتى طيب ونتلاقاو في الشكل النهائي. المهم كيف ما كتشوفوا هذه هي اللاطه ديالنا او الصينيه ديال الدنجال اللي كتجي رائعه بزاف بزاف. ها نتوما كتجي لذيذه بزاف، غير جربوها يعني كيحماقوا عليها الصغار والكبار، كتجي رائعه. هانتوما غادي شوفوا كيفاش كتجي، يعني كل شيء طايب، كتجي لذيذه. نتوما البطاطا الدنجال الفرماج صراحه كتجي واعره البنات، غير جربوها صراحه كتجي لذيذه. جربوها وردوا لي في الكومونتير. مهم بسلام عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله، وكنحماق عليكم كاملين، وما تنساونيش بلي لايك ديالكم ديما اسراء لايك، ديما لاصقاني الفيديوهات ندير لك لايك ماما. المهم البنات ما نطولش عليكم، بسلام عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله. كنحماق عليكم كاملين، بيزو ليكم كاملين البنات.